الصورة اللي انت شايفها قدامك دي بتثبت لك ان اللي ما يتسموش حطوا على ايران. في حاجة غريبة جدا انا لاحظتها خلال اليومين اللي فاتوا والحرب شغالة. اللي حصل ان يوم الخميس اللي فات بعد الساعة 12 قوات اللي ما يتسموش اخترقوا قوات الدفاع الجوي بتاعت ايران، وفي 10 دقايق نفخوا ايران. اللي ما يتسموش في اقل من 10 دقايق دمروا معظم المفاعلات النووية الايرانية، واللي ما عرفوش يدمروه بوظوه. هتقول لي يا نهار ابيض يا شاب، ده كده اللي ما يتسموش حطوا على ايران جامد. هو انت كده سمعت حاجة؟ استنى يا حبيبي. المريب في الموضوع ان موتوا لهم اهم 2 علماء في المجال النووي عندهم، واهم قادة الجيش الايراني. وكان السؤال بالنسبة لي ازاي عرفوا يوصلوا للناس والمفاعلات النووية دي؟ اصل ابو الاصدقاء الحاجات دي في اي دولة بتكون سرية جدا 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 جدا. في حاجة في الموضوع غلط. انت عارف ابو الاصدقاء المرعب ان لما بدأت ادور اكتر واشوف الصواريخ دي وصلت للناس دي ازاي، لقيت ان الصواريخ اصطادتهم من اوض نومهم. من اوض نومهم، انت متخيل؟ يا نهار ازرق. طب ازاي عرفوا اماكن المفاعلات النووية اللي المفروض بتبقى في اي دولة سرية جدا جدا جدا؟ وازاي عرفوا اصلا اماكن الشخصيات المهمة دي؟ الموضوع ده مش صدفة، في اختراق حصل من جوه ايران نفسها. وعشان تعرف اللعبة كلها مشيت ازاي، فسيب اللي في ايدك دلوقتي وروح شوف الحلقة الكاملة اللي موجودة في قناتي على يوتيوب. الحلقة دي ابسط حاجة هتفهمك اللي بيحصل اليومين دول لو ما بتفهمش في السياسة، وكالعادة ما تنساش تعمل شير.